السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في بلانسيه. النهاردة معنا فيديو جديد من سلسلة فيديوهات دورة تصاريح العمل أو الورك بيرميت كورس. لو حضرتك مش متابعنا من البداية يا ريت ترجع تشوف السلسلة من الأول علشان تحصل المعلومة بشكل متصل وتوصلك أكبر قدر من الاستفادة. ولو حضرتك بتشوفنا من على اليوتيوب يا ريت تتوقف وتروح تشوف الكورس كامل من على موقع بلانسيه علشان تحقق 3 فوائد مهمين زي ما اتفقنا. أول حاجة إن حضرتك تبعد عن مشتتات اليوتيوب، تاني حاجة إن حضرتك تقيم أدائك من خلال الأسئلة اللي موجودة بعد كل كورس، وتالت حاجة إن حضرتك تحصل على شهادة من بلانسيه علشان تشاركها مع دائرة علاقاتك. طيب، في الفيديو اللي فات احنا اتكلمنا عن أنواع مختلفة من تصاريح العمل، ومن ضمن الأنواع دي ذكرنا نوع محدد وقلنا إنه هيكون له فيديو منفصل نظرا لأهميته ونظرا لدسامة المعلومات اللي المفروض نتكلم عنها فيه. وقلنا إن النوع ده هو إيه بالظبط؟ زي ما حضرتك قلت كده، هو Confined Space Entry Permit. ولو تلاحظ اسم البيرمت ده مختلف شوية عن أسماء البيرمتس التانية. يعني أي بيرمت تاني بنسميه بيرمت تو ورك، تمام؟ طيب البيرمت ده بنسميه إيه؟ بنسميه Confined Space Entry. Entry يعني إيه؟ يعني الدخول. مجرد الدخول للمكان ده، الكونفايند سبيس اللي هو المكان المحصور، وانتري معناها دخول. فكونفايند سبيس انتري بيرميت معناها تصريح الدخول للأماكن المحصورة. يبقى بمجرد الدخول للمكان المحصور ده، مجرد الدخول فقط محتاج تصريح. ممكن يقول لك يا باشمهندس ده أنا مش هعمل حاجة، ده أنا بس هدخل أجيب عينة وأطلع، ده يا باشمهندس ده أنا هدخل أشوف قراية وأطلع. مفيش الكلام ده، مادام ده مكان محصور وصنفناه لأنه مكان محصور ومحتاج انتري بيرميت أو تصريح دخول، يبقى مجرد الدخول للمكان ده محتاج تصريح. طب ده ليه؟ ليه التعسف ده؟ هنعرف بعد شوية ليه التعسف ده. بس في البداية تعالوا نعرف ايه هو أصلا المكان المحصور ده. امتى أقول على المكان ده إنه محصور أو مكان ضيق؟ حسب تعريف الأوشا في عندنا 3 عوامل مهمة أو 3 سمات رئيسية للمكان المحصور. لو توفروا هتقول على المكان ده مكان محصور. ايه هما؟ أول حاجة إن المكان ده يكون large enough for someone to enter by his full body. يعني إيه الكلام ده؟ يعني المكان ده كبير بما يكفي للشخص إنه يدخل بجسمه كامل. طيب أنا ما فهمتش الكلام ده يعني إيه؟ يعني أنا لو عندي مثلا حفرة عمقها نص متر وقطرها متر مثلا، في الحالة دي الحفرة دي مش هتكفيني إن أنا أدخل بكامل جسمي، فمش هصنف دي على إنها confined space. أما لو كانت الحفرة دي عمقها 3 متر وقطرها متر وأنا هدخل فيها، فإذا هتستوعب جسمي كامل، ففي الحالة دي هيبقى عندي السمة الأولى من سمات confined space. جميل كده؟ جميل. طيب هنروح على النقطة التانية أو السمة التانية من سمات confined space، إنه has limited and restricted entry and exit access. طب الكلام ده معناه إيه؟ معناه إن المكان ده فيه صعوبة في دخوله والخروج منه. يعني المداخل والمخارج بتاعته ما هياش كتيرة، محدودة من ناحية العدد، وكمان هي صعبة، يعني مش سهلة أو سلسة زي إن أنت بتفتح باب غرفة وتدخل منه، أو بتفتح باب سيارة وتدخل منه وتخرج منه وهكذا. فلما تيجي تطبق الكلام ده هتلاقي مثلا إن أنت عندك خزان وفي مان هول. علشان تدخل من المان هول ده بتدخل بصعوبة، وبتحتاج يكون في فيتشرز تانية زي مثلا تركب سلم أو تسقط سلم داخل الخزان ده. ففي الحالة دي عندك السمة التانية من سمات الconfined space. يبقى السمة التانية هي has limited and restricted entry and exit access. مكان له عدد أبواب أو عدد مداخل ومخارج محدود، وليكن باب واحد، وفي العادة ما بيكونش باب ولكن بيكون restricted معناها إنه مقيد، أو الدخول والخروج له بيحتاج تجهيزات تانية غير التجهيزات العادية اللي بنحتاجها للدخول والخروج للأماكن العادية. يعني مفيش باب سلس كده تدخل وتخرج منه، لا، بتدخل من منهول، بتدخل زاحف زي لما تكون داخل بايب أو تيوب كبيرة أو حاجة، تدخل زاحف على إيدك ورجلك وهكذا. تمام؟ طيب النقطة الثالثة عندي إن المكان ده، أو السمة الثالثة، إن المكان ده is not designed for continuous occupancy by people.
يعني المكان ده مش مصمم للتواجد المستمر للعمال بداخله. تمام؟ طيب يعني المكان ده الناس بتدخل تقضي تاسك معينة، تعمل حاجة معينة وتخرج، لكن هم مش شغالين فيه باستمرار. لما يتوفر عندك الثلاث سمات دول تقدر تقول إن المكان ده confined space، مكان محصور. طيب السؤال دلوقتي، هل كل الأماكن المحصورة بتحتاج entry permit؟ لا، حسب ما نصت عليه الأوشا إن ال confined spaces نوعين، نوع entry permit required ونوع non permit required. يعني نوع بيحتاج بيرمت ونوع ما بيحتاجش بيرمت. طيب على أساس إيه نوع بيحتاج بيرمت وعلى أساس إيه نوع ما بيحتاجش بيرمت؟ على أساس المخاطر اللي موجودة في الكونفايند سبيس. زي إيه يا أحمد مثلا مخاطر؟ دي نقطة مهمة جدا. الكونفايند سبيس يا حضرات إحنا بنخاف منه جدا 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 أكتر من الأماكن العادية. ليه؟ علشان بيحتوي على أنواع مخاطر ممكن ما تكونش موجودة في الأماكن العادية. زي إيه؟ أشهر المخاطر دي حاجة اسمها الأكسجين ديفيشنسي. الأكسجين ديفيشنسي معناها نقص الأكسجين. زي ما قلنا إن ده مكان محصور، المداخل والمخارج بتاعته قليلة والتهوية فيه تعبانة، يبقى المكان ده احتمالية وجود نسبة قليلة من الأكسجين أو نسبة غير كافية من الأكسجين للتنفس بتكون عالية. تمام؟ طيب مخاطر زي إيه كمان؟ زي احتمالية وجود غازات سامة. زي إيه غازات سامة؟ زي غاز أول أكسيد الكربون أو غاز ال H2S، وال H2S أشهر لأنه أثقل من الهواء وبيكون موجود تحت في الأماكن المنخفضة، أو حتى لو في خزان أو حاجة بتلاقيها موجودة في أسفل الخزان، ما بيطيرش مع الهواء، ما بيطيرش مع الهواء الطبيعي يعني مع الناتشورال فنتيليشن ما بيطيرش لأنه أتقل من الهواء، فبيكون ده من المخاطر الكبيرة عندنا. مجرد استنشاق جرعة فوق الحد المسموح به أو فوق الحد immediate dangerous to hazard and health معذرة immediate dangerous to life and health، مجرد استنشاق دوز كافية ممكن الشخص يموت. طيب ده الخطر الثاني. الخطر الثالث ممكن يكون في مواد قابلة أو غازات قابلة للاشتعال. تمام؟ طيب إيه الخطر الثالث؟ الخطر الثالث إن المكان ده إحنا قلنا limited and restricted entry and exit access، يعني الدخول والخروج له مش سهل، الدخول والخروج له صعب. يبقى إذا لو واحد أصيب داخل، إذا كان أنا بصحتي مش قادر أدخل وأخرج منه في صعوبة للدخول والخروج، طب لو معايا شخص مصاب هطلعه إزاي؟ فإذا عملية الريسكيو أو عملية الإنقاذ بتكون صعبة جدا. تمام؟ فده من ضمن برضو المخاطر اللي بتؤخذ في الاعتبار. كمان البيولوجيكال هازارد. يعني إيه البيولوجيكال هازارد؟ إحنا بنقول الأماكن المحصورة دي ممكن يكون ده الله يعزك يعني بلعات المجاري مثلا، فده أحد الأماكن المحصورة والناس بتحتاج تدخل جوه في بعض الأحيان. ففي الحالة دي بيكون عنده بيولوجيكال هازارد، ممكن يكون في أفاعي، ممكن يكون في ثعابين، ممكن يكون في حشرات. تمام؟ حتى في التنكات العادية أو الخزانات العادية. طيب هل لسه في مخاطر تاني؟ في مخاطر تاني كتير جدا في الأماكن المحصورة. زي إيه مثلا؟ زي خطر الانجلفمنت أو الانهيار أو الاجتياح. يعني إيه الانجلفمنت؟ دلوقتي لو واحد شغال في خزان في تانك وفجأة المية اتفتحت، لو ده خزان مية، الخزان بيكون عملاق كبير جدا، فشخص شغال داخل وبالخطأ واحد فتح حنفيات المية أو مضخات المية اللي بتملى الخزان ده، فهيبدأ يحصل له انجلفمنت أو غمر من المياه دي. أو لو واحد شغال داخل صومعة، والصومعة قمح، صومعة غلة، صومعة رملة، فممكن يحصل له انجلفمنت بالرملة دي أو بالغلة أو بالأرز أيا كان. تمام؟ فده من ضمن المخاطر اللي موجودة في الكونفايند سبيس. علشان تنوع المخاطر دي وعشان درجتها العالية احنا بنعمل 1000 حساب للكونفايند سبيس. طيب أمثلة الكونفايند سبيسز زي إيه يا شباب؟ طبعا احنا ذكرنا بعضها أثناء الحديث، ولكن برضه هنديكم أمثلة تانية. زي مثلا عندك أشهر الكونفايند سبيسز بتكون الخزانات، ولما بنتكلم عن الخزانات بنتكلم عن الخزانات الكبيرة اللي بتتسع لدخول الأشخاص بكامل جسمها. كمان لما بنتكلم على الكونفايند سبيس بنتكلم على الحفريات. لو أنا عندي حفريات بأعماق معينة وبأبعاد معينة بتدخل داخل
الكونفايند سبيسز، أو تدخل داخل التصميم بتاع أو يعني التصنيف بتاع الكونفايند سبيسز. كمان الأنابيب الكبيرة، أنابيب اللي بتوصل ما بين المدن وبعضها أو حتى داخل المصانع العملاقة، بيكون في أنابيب كبيرة الناس بتحتاج إنها تدخل داخلها، دي بتسمى confined space. كمان الدكتات بتاعت مثلا لو عندك dust collecting system وله داكت، مثلا نظام تجميع غبار في المصنع وله داكت كبيرة الناس بتحتاج تدخلها، فده بتصنفه على إنه confined space. الغلايات، الأفران، وغيرها كتير من الصوامع، غيرها كتير من أنواع الconfined spaces. تمام، فدي أمثلة على الconfined spaces. طيب أحمد، بما إن الconfined spaces ده خطير كده، إيه الحل؟ قبل ما أقول لك الحل تعالى الأول نرجع نجاوب على السؤال المهم، على أساس إيه إحنا بنصنف الconfined space إنه entry permit required أو non entry permit required، محتاج تصريح أو مش محتاج تصريح، على أساس تقييم شخص كفء للمخاطر اللي احنا ذكرناها. فاكر المخاطر اللي احنا ذكرناها؟ احتمالية وجود نقص في الأكسجين، احتمالية وجود غازات سامة، احتمالية وجود غازات قبل الاشتعال، احتمالية وجود اجتياح، وغيرها من المخاطر اللي احنا ذكرناها. فلو المخاطر دي أو أحد المخاطر دي أو أكثر توافر في المكان ده، ففي العادة أنت هتصنف المكان ده على إنه confined space entry permit required، يعني مكان محتاج تصريح عمل أو تصريح دخول. لكن لو انت متأكد 100% او يعني بنسبة عالية جدا ان المكان ده مش هيكون فيه مخاطر من المخاطر دي، هو مجرد مكان يصنف انه محصور ولكن ما فيهوش المخاطر دي، ففي الحالة دي انت بتصنفه على انه confined space بس non entry permit required. طيب تعالوا دلوقتي نتكلم على ال confined space entry permit required. في حالة ان عندي مكان محصور والمكان ده اتفقنا ان هو محتاج بيرمت، فلازم حضرتك تعرف المكان ده، تعمله ايدنتيفيكيشن. يا جماعه انتوا شغالين في المؤسسه دي او في المصنع ده او في الموقع ده، انا عندي 5 اماكن محصوره، انا عندي 7 اماكن محصوره، انا عندي 8 اماكن محصوره، ايا كان، وتبدا تحصرهم المكان رقم 1 2 3 4 5 6 7 وهكذا، تسميهم للناس ان دي اماكن محصوره وتعرفهم الكلام ده في دوراتك التدريبيه. طيب كده بس كفاية؟ لا مش كفاية. على المكان المحصور نفسه هتبدأ حضرتك تحط لوحة وتقول إن ده confined space permit is required، entry permit is required. تمام؟ وغير كده كمان هتحاول تحط limitation أو يعني تحط restrictions للناس اللي هتدخل، زي إنك تقفل المداخل بتاعته وتخلي المفاتيح مع authorized person أو شخص مسؤول أو مخول له إنه يحافظ على المفاتيح دي. طيب ده كله عشان تتحكم في الدخول. طب افرض بقى يا أحمد إن الناس دي عايزة تدخل، خلاص أنا اتحكمت في دخولهم ومش قادرين يدخلوا من غير بيرميت، طب دلوقتي عايزين يدخلوا ببيرميت، إيه الإجراءات المتبعة؟ عادة في الأماكن المحصورة البيرميت بيختلف عن البيرميتس الأخرى، عشان كده عادة بنفضل إن الكونفايند سبيس انتري بيرميت يكون منفصل. طيب إيه الاختلافات أو أشهر الاختلافات اللي موجودة في الكونفايند سبيس انتري بيرميت؟ أول حاجة عندك موضوع اللون ووركينج. في الكونفايند سبيس إحنا ما بنسمحش باللون ووركينج أو العمل منفردا، على الأقل في الكونفايند سبيس أنت محتاج شخصين إن لم يكن أكثر. شخص بيدخل وده اللي بنسميه انترنت، الشخص اللي بيدخل داخل الكونفايند سبيس، وشخص تاني اسمه ستاند باي مان، شخص احتياطي او شخص بنسميه ستاند باي، بيكون واقف بره او بنسميه في بعض الاحيان اتندنت. تمام، فده بيكون واقف بره على المدخل بتاع الكونفايند سبيس، عشان لو لا قدر الله حصل اي حاجه للشخص اللي موجود داخل، الشخص اللي موجود خارج ده يقدر يتصرف. تمام، ده على الاقل. بعض الأحيان أو بعض الشركات بتشترط إنه يكون في سوبرفايزر لعملية الكونفايند سبيس انتري دي، يعني على الأقل بيكون 3 أشخاص. طيب دي أول نقطة. تاني نقطة إن أنا بحاول أعمل تخطيط للعملية دي. أفترض الأسوأ، لو لا قدر الله بناء على تحليل المخاطر اللي عندي، لو لا قدر الله حصل حاجة من حالات اللي أنا قايل إنها محتملة، حصل حريق، لو حصل لا قدر الله إصابة جوه، إيه الريسكيو بلان بتاعتي؟ لازم يكون عندك ريسكيو بلان أو خطة إنقاذ، وخطة الإنقاذ دي بتحتاج تولز أو أدوات لازم تكون متوفرة. يعني مثلا ممكن تحتاج فيرتيكال ستريتشر اللي هي النقالة اللي بتتشال في وضع رأسي، ممكن تحتاج ترايبود اللي هو
الجهاز اللي ب3 أرجل وفي تشين بلوك علشان تقدر ترفع بيها الشخص اللي انت المصاب يعني، وتحطه في الفيرتيكال ستريتشر وترفعه. ممكن تكون محتاج أنواع معينة من الطفايات الحريق تكون موجودة على الباب بره أو تكون جاهزة للاستخدام، زي طفايات الفوم مثلا عشان ما تضطرش إنك تستخدم CO2 وهتعمل أكسجين ديفيشنسي أكتر ما هو موجود. تمام. ممكن تكون محتاج سيارة إطفاء، ممكن تكون محتاج أدوات من أو يعني أجهزة إسعافات أولية أو أدوات إسعافات أولية مخصصة. فكل الكلام ده لازم تكون مرتب له قبل عملية الدخول للأماكن المحصورة. تمام كده. طيب إحنا حطينا الريسكيو بلان وحطينا الانترنت وحطينا الاتندنت أو الستاند باي مان وأمورنا جاهزة وتمام. ندخل؟ لا ما تدخلش طبعا. إحنا اتفقنا إن من المخاطر اللي موجودة في الأماكن المحصورة دي إما الأكسجين ديفيشنسي أو التوكسيك جازز أو الغازات السامة بريزنس، يعني حضور أو وجود الغازات السامة. ففي الحالة دي حضرتك عشان تتأكد من عدم وجود الأكسجين ديفيشنسي أو البريزنس أوف توكسيك جازز محتاج تعمل حاجة اسمها جاز تيست. حضرتك هتشوف جهاز عادة بنستخدم المالتي جاز ديتكتور، والمالتي جاز ديتكتور ده جهاز بيقيس 5 غازات في العادة، أو ممكن حضرتك تركب له سنسورز أكتر. في بعض الموديلات بتركب لها سنسورز على حسب سنسور يعني حساس يعني على حسب أنواع الغازات المحتملة إنها تكون موجودة عندك. طيب إيه أشهر الحاجات اللي بنقيسها بالجهاز ده؟ طبعا لما حضرتك بتقيس بالجهاز حاجة من الاتنين، يا إما بتقيس وأنت بره تماما، الجهاز بيكون له هوز تيوب يعني أو هوز عارفين الهوز خرطوم بلاستيك يعني، فحضرتك بتنزله في الكونفاين سبيس وأنت بعيد تماما عن الدخول وبتقيس بيه، أو لو أنت مضطر تقيس من الداخل ففي الحالة دي أنت بتحتاج تلبس معدات وقاية خاصة، حاجة اسمها سيلف كونتيند بريثنج أباراتس، اللي هو جهاز تنفس متصل باسطوانة أكسجين وقناع محكم الخلق تماما علشان تتأكد إن أنت هتتنفس من اسطوانة الأكسجين نفسها. وعادة في الأماكن المحصورة السيلف كونتيند بريثنج أباراتس دي بتكون من أحد المعدات اللي حضرتك بتوفرها علشان عملية الإنقاذ لا قدر الله، أو حتى علشان دخول الناس داخل لو في احتمالية إن يكون في غاز سام. المهم إن حضرتك هتعمل الجاز تيست ده، لازم يكون شخص مدرب وعارف إزاي هيعمل الجاز تيست ده. بناء على نتائج الجاز تيست ده هتقرر إذا كان المكان آمن للدخول ولا غير آمن. يعني لو حضرتك لقيت نسبة الأكسجين أقل من 19.5% هتقول المكان غير آمن. لو حضرتك لقيت إن نسبة مثلا ال H2S أكبر من 10 بارت بير مليون هتقول المكان غير آمن، وغيرها من الظروف اللي في الحلقة دي هتقول المكان غير آمن. لازم يكون شخص مدرب على الجاز تيست، يعرف يطلع قرايات مظبوطة ويعرف يفهم القرايات دي ويقرر المكان آمن ولا لا. تمام؟ طيب في حالة إن إحنا عملنا الجاز تيست وقلنا إن المكان آمن، ففي الحالة دي يقدر الشخص يدخل داخل. بنحتاج إيه كمان؟ بنحتاج يكون في وسيلة تواصل ما بين الانترنت والاتندنت، الشخص اللي هيدخل والشخص اللي هيخرج. ففي الحالة دي لازم تشوف وسيلة التواصل المناسبة عندك. ممكن أحيانا يكون مسموح باستخدام التليفون، ممكن أحيانا ما يكونش عندك شبكة أو يكون مكان مش غير مسموح فيه باستخدام أجهزة التليفون علشان ما تعملش سبارك أو تعمل حريق لو في احتمالية وجود غاز قابل للاشتعال. فالمهم أنت بتدور على وسيلة تواصل مناسبة. حتى أضعف الإيمان خالص بيكون في روب أو حبل متوصل ما بين الشخص اللي داخل والشخص اللي خارج. في حالة إن في خطر الشخص اللي داخل بيشد الروب أو بيهز الحبل يعني، والشخص اللي خارج بيفهم الإشارة، أو العكس لو في حاجة بره خطر على الشخص اللي جوه فالشخص اللي بره هو اللي بيهز الحبل علشان ينبه الشخص اللي داخل. المهم إن لازم يكون في وسيلة تواصل ما بين الاتنين. تمام كده؟ طيب كمان في بعض المعدات غير مسموح دخولها داخل الأماكن المحصورة، لازم تسأل عنها المعدات دي، زي مثلا إن الكهرباء لازم تكون من فولت معين ما تزيدش عنه، لازم يكون المعدات في بعض الأحيان غير مسببة للسبارك أو نون سبارك تول، لو أنت عندك احتمالية وجود فلامابل أتموسفير أو يعني محيط قابل للاشتعال أو احتمالية وجود غاز قابل للاشتعال فبتستخدم نون سبارك تول. تمام؟ فكل دي احتياطات أنت بتاخدها قبل الدخول للمكان المحصور.
كمان لازم تكون عارف أسماء الناس اللي هتدخل داخل المكان المحصور ده، ولازم تتأكد إن هم فيزيكالي فيت. يعني إيه فيزيكالي فيت؟ يعني أنت دلوقتي محتاج واحد يدخل داخل يقوم بمهمة معينة، احتمال الشخص ده يلبس سيلف كونتيند بريثنج اباراتوس، جهاز التنفس. لازم تتأكد إن الشخص ده ما عندوش مشاكل في التنفس أصلا، ما عندوش مشاكل في القلب، ما عندوش مشاكل في الصدر. لازم تتأكد إن الراجل ده ما عندوش فوبيا أو خوف زائد من الدخول للأماكن المحصورة أو التواجد في أماكن محصورة. زي ما قلنا المكان ده له ليميتد وريستريكتد انتري واكزيت اكسس، بتحتاج تزحف، بتحتاج تطلع سلم واقف، بتحتاج، فلازم تتأكد إن الشخص ده يقدر يقوم بالمهام دي. فعلشان كده التأهيل الطبي أو الأهلية الطبية الميديكال فيتنس مهمة جدا للأشخاص اللي هيدخلوا داخل الأماكن المحصورة. فلازم تكون عارف أسمائهم وأعيانهم، يعني تعيينهم بالظبط، مش مجرد 5 أشخاص أو 6 أشخاص، لا لازم تكون عارفهم بالاسم. كمان لازم يكون عندك لوج يعني زي ورقة كده أو جدول في أسماء اللي هيدخل ودخل الساعة كام وخرج الساعة كام. ده مهم جدا علشان في حالات الطوارئ تبقى عارف كام شخص موجود داخل، وتبدأ على أساسها تتصرف. هل في فعلا أشخاص داخل ولا مفيش أشخاص؟ فمفيش داعي أخاطر بفريق الإنقاذ وأدخلهم، لكن لو في أشخاص هضطر أدخل فريق الإنقاذ وهكذا. فالمعلومات دي مهمة جدا، احرص على إنها تكون موجودة. حاولنا نغطي بقدر الإمكان التفاصيل اللي موجودة في الكونفايند سبيس انترفيرمنت، ولكن الحديث ده أو الفيديو ده غير كافي لدراسة الكونفايند سبيس. فياريت حضرتك تهتم أكثر وأكثر بدراسة الكونفايند سبيس بريكوشنز لو حضرتك عندك كونفايند سبيس في بيئة عملك، أو لو هتتعرض للدخول لكونفايند سبيس. أشوفكم في الفيديو الجاي إن شاء الله، هنتكلم عن موضوع جديد من مواضيع تصاريح العمل. أشوفكم على خير.